ايه ده؟ باشمهندس احمد كريم بنفسه. انا كنت عايز اسالك سؤال. انا كنت عايز اشتري عربيه MG5 وكنت عايز اعرف هي حلوه ولا وحشه. بص يا حاجة، العربية دي ليها قصة كبيرة ولازم تبقى انت عارفة تفاصيلها. العربية ديت بالنسبة لموتورها فيها كلام كتير. اولا العربية موفرة جدا في استهلاك البنزين، ولكن بنلاحظ ان في حاجة اسمها النوكينج او التسقيف اللي بدأ يظهر في عربيات كتير في الفئة الاقتصادية ديت وكمان خارج الفئة الاقتصادية، وده بنحاول نعالجه باللي احنا بنحط بنزين 95. ولكن انا مشيت بالعربية اكتر من 200,000 كيلو وكبس الموتور كويس، رغم ان النوكينج موجود عندي من ال 40,000. النوكينج اللي هو بيعمل تك 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 زي اللي موجود في الاوبل والتيبو والعربيات الهيونداي. يعني بقى عيب شائع موجود في معظم العربيات اللي جايه ومش متظبطه مع الاجواء الجويه بتاعتنا الحاره. تمام، صح. صوت الموتور عالي سيكا، ولكن اداء الموتور والعمر الافتراضي بتاعه عالي جدا، فما يتخافش منه يا حاجه. يعني كمان يا حاجه فهيمه، العفشه بتاعت العربيه ناشفه شويه ولكنها معمره بشكل غير طبيعي. ينقصها بس في عيب واحد بس، علبه الدركسيون او صليبه الدركسيون اللي موجوده في العربيات الMG كلها بيحصل فيها مشكله، ولكن لو اتعالجت في الاول خلاص مفيش مشكله وبيبقى بتكلفتها بسيطه. وكمان لو العربيه بتعمل صيانتها في التوكيل بتتغير على حساب الضمان، فما تشيليش همها. يعني ثبات العربيه محترم جدا، ولكن خلوصها الارضي في كلام. المطبات العاليه او اللي هي العشوائيه بتحك في العربيه وخصوصا لو محمله، وبنحاول ان احنا نعدي الموضوع دوت باللي احنا نركب صدادات سيليكون وماشي الحال. وايه كمان؟ افصص لك العربيه اكتر، صاج العربيه ده محمل جدا وكويس وافضل كمان من العربيات الكوري، ولكن في نقط ضعف فيه. نيجي للكبوت بتاع العربيه الMG5، يعني في حتت كده بتريح فيه لو حد قاعد عليه، ومش مهم قوي الموضوع. لكن في مشكله في اللون الاحمر واللون الازرق، يعني في بعض الناس بتشتكي من اللي هو بيقشر لوحده، ولكن ده مش موجود في كل العربيات وخصوصا في الموديلات الحديثه. تكييف العربيه حلو جدا وكويس، ولكن مشكله في العزل الحراري بتاع العربيه دوت مش احسن حاجه. يعني العربيه لو موجوده في شمس كتير بيحصل مشكله، ما بتخرجش الحراره بسرعه، فبالتالي بنقابل مشكله في التبريد ما بيحصلش بسرعه، رغم ان مروحه البلور بتاعه العربيه قويه جدا في اندفاع الهواء بتاعها. ولكن برضو مروحه البلور بتاعه العربيه ديت بتبوظ لو استهلكت بشكل كبير، فنخليها على السرعات المتوسطه. يعني عموما هي بتتغير برضو في الضمان لو احنا هلكناها جامد قوي زياده عن اللزوم. ما تخليش يعني التكييف على اعلى سرعه للمروحه. العربيه صيانتها في حدود المعقول دلوقتي بالنسبه لاسعار الصيانات التانية، وقطع غيارها خلاص بقت متوفره بشكل كبير جدا، نظرا ان العربيه بقت منتشره قوي، فكل التجار بيسعوا ان هم يجيبوا لها قطع غيار. اعاده البيع في العربيه ديت كويسه جدا وماسكه سعر. فتيس العربيه في كلام، فتيس العربيه كان ماشي تمام لغايه ما بدا التوكيل يغير فلاتر، ما تعرفش صدفه ايه ديت اللي بدا يغير فلاتر بتاعه العربيه بتاعه الفتيس، ومن ساعتها من بعد العربيه ديت بقت تغير فلاتر، كل العربيات بقت تجيب فتايس. فالموضوع للاسف مش احسن حاجه في موضوع الفتيس دلوقتي. عموما انا عربيتي تمام وما جابتش فتيس لغايه دلوقتي، ولكن هي قربت تجيب حاجه اسمها ترومبه فتيس، ودي بسكه 10، وانا عربيتي عدت ال 200,000، فكانت منطقي قوي اللي هي ممكن تجيب الترومبه، ولكن لسه ما جابتش اخرها. يعني بص يا حاجه، لو معكيش فلوس غير في رينج اسعار العربيه ديت، يبقى العربيه ديت هي افضلهم قيمه مقابل سعر في وسط الباكج اللي موجود. لو بتحب العربيات الاعتماديه قوي، لا ممكن نستغنى عن شويه الكماليات والاوبشن ونجيب عربيه فقيره زي السياز. ولكن لو عايزه باكج محترم كله على بعضه، هتبقى العربيه الMG5 دي اللاكجري منها قيمه مقابل سعر وسط الاسعار اللي بقت موجوده دلوقتي. هو طبعا ما بقاش في حاجه اصلا دلوقتي قيمه مقابل سعر، ولكن نسبه وتناسب مع الاسعار اللي موجوده في السوق، العربيه ديت بقت تدي قيمه مقابل سعر. الله ينور عليك. عيوب الصناعه فيها زي ما قلت لك قبل كده، صليبه الدركسيون وكشافات الليد بتفصل، مروحه البلاور بتتغير لو استهلكناها جامد ولازم تتغير في ساعتها اول ما تبوظ عشان لو اتثابت بتجيب فتيس. وكل عيوب الصناعه بتتغير في الضمان، مفيش فيها اي مشكله لو العربيه في الضمان بتاعها. فنصيحه لاي حد عايز يجيب العربيه ديت ويبقى عايز حاجه قيمه مقابل سعر فعلا، لازم يحافظ على العربيه دي في الضمان بتاعها ويعمل صيانتها في التوكيل. ايوه، يعني من الاخر اشتريها ولا ما اشتريهاش؟ بص يا حاجه، اشتريها. انا لو رجع بيا الزمن برضه هجيب نفس العربيه. خلاص، الله ينور، انا كده هشتريها. ربنا يستر طريقك يا حاج.